كمان. اسامه خرج من البيت ومش لاقياه. اسامه كده تيجي البيت من غير اذن ماما بتخص عليك. يلا يا بابا منيمه في القذاره دي. القذاره انك تشوهي صورته قدام ابني وتقول له ابوك جبان، ابوك هرب، ابوك ساب الجيش عشان مش عايز يحارب. مش حصل؟ ما حصلش. وبعدين المفروض انك انت تخافي على مشاعر ابنك. عايز نداري عنه الحقيقه؟ أنهي حقيقة؟ حقيقة إنك سبتني ساعة أزمتي؟ ولا حقيقة غرورك وتطلعاتك اللي كانت عندك أهم من إن الولد يتربى بين أبوه وأمه؟ ده الكلام اللي مالي دماغ ابنك بيه عشان تكرهوا فيا وتحرضوا عليا. يلا. أنت مريضة. الولد ده أنا هاخده يعيش معايا. ما أنت خبير في التربية. هتسيب شغلك وتقعد له في البيت؟ هتأكله وتشربه وتحميه وتذاكر له ويمكن كمان تعلمه شرب الخمرة اللي لحست نافوخك. لا يا سيدي ده بعدك، انسى. هاخده منك بالمحكمة. يلا يا أسامة. بابا معلش يا حبيبي، روح مع ماما. صباح الخير. كمال، ازيك يا ولد الوحش؟ الحمد لله على السلامة يا فندم. ايه مالك؟ يا فندم كنت عايز حضرتك في مسألة كده. طب تعالى تعالى. محسن، يوسف يا صباح النور. صباح النور. سيادة اللواء، وأنا تحت قيادتك في الجيش لقيت منك دايما الأبوة والنجدة والنصيحة يا كمال انا بعتبرك زي ابني مش تلميذي وبس. ما انساش يا فندم وانا بتحاكم ان كنت سيادتك الوحيد اللي وقف جنبي ودافع عني. لاني كنت متاكد انك مش الشخص اللي يتهور ويعرض حياه زملائه للخطر، بالعكس انت من اكفأ الطيارين، وعشان كده رشحتك انك تشتغل معايا هنا في الشركه. عشان كده يا فندم انا خايف لا يكون استمراري في الشركه يمس سمعتها ويحرج سعادتك. انت بتقول ايه؟ انا غلطت واتورطت. الظروف الصعبه عمتني بس لما فوت لنفسي صممت ان انا اجي لك واحكي لك. ايه الحكايه؟ غلطة ايه وورطة ايه؟ انا حكيت سعادتك يا فندم. اتضح ان انت متراقب، والمكان ده بعيد عن رجاله رستم. هي انا خجلان من نفسي. موقفك ده دليل على انك انسان اهل للثقه، واعترافك بالخطا منتهى الرجوله والشجاعه. وعشان كده احنا محتاجينك عشان نقبض على الجماعه دول. انا ايه دخلي في الموضوع ده؟ انت كنت مقاتل بسلاح طيران، والحرب ما هياش في ميدان القتال وبس. دول اعداء البلد مش عايزينهم يفلتوا من ايدينا. طب ومطلوب مني اساعدكم ازاي يعني؟ تجاريهم، ما تجيبش سيره لطارق، ما تفهموش اي حاجه، تصرف عادي. المهم انك تكون حذر وتعمل كل اللي هنتفق عليه. خلي بالك المساله مش سهله، واي تهور او عدم تنفيذ للتعليمات ممكن يكلفنا ارواحنا. قلت ايه؟ سلام. في صحة الاتفاق. أنا سعيد أوي يا كمال
ان احنا قدرنا نتفق. يا اخي انت ليك طريقه في الاقناع محدش يقدر يقاومها. لا 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 لا، انت اللي اقنعك تفكيرك، وده اللي عجبني فيك. بتحكم عقلك الاول وبعدين تتخذ القرار المظبوط. في ايه يا كابتن؟ بتضحك على ايه؟ بضحك على نفسي، كنت بحبك زياده عن اللزوم. بس كويس اللي فكيت، والا كنت هتفضل طول عمرك من اللي بيدمنوا الفقر والفلس والمبادئ والقيم. لا خلاص بقى، ربنا نتعنا بالسلامه ومالناش دعوه بالعالم دي. صحتكم. يا ريت بقى ما تجيبش سيره لطارق عن طبيعه العمليه الجديده. خليه فاهم انها سجاير وويسكي، عشان طارق ده اصله مهزوز، وبعدين عشان ما يطمعش. مفهوم. يلا بينا بقى عشان انا اتاخرت، انا لازم اكون في استقبال مدعوين. يلا باي باي حبيبي. ايه ده؟ هو انا مش هاجي معاكم؟ لا مش هينفع النهارده. مش هينفع ليه؟ عشان كمال يا مراتي هتكون هناك. طيب مع السلامه. حبيبي ما تقلبهاش نكد بقى، انت عارفه كويس اني بحب تكوني معايا. عارفه. اتفضل روح. طب باي باي. محصلش حاجة، ما تنكديش على نفسك وصحتك. في صحة حرم رستم بيه. اخبار البورصه النهارده ان الين مستمر في الارتفاع والدولار بينزل. هو ده اللي مخلي مشاكل الاستيراد ما تنتهيش. احنا عايزين نعمل مع بعض شغل علشان خاطر انتوا لسه بتتكلموا في الشغل برضو؟ انا عايز اعرفكم بالكابتن كمال. احمد بيه، حسام بيه، محمد بيه، حسن بيه. اهلا وسهلا. كابتن كمال صديق عزيز جدا وهيبقى معانا بقى في الشله. بشرة خير. تشرفنا يا فندم. اهلا وسهلا. يلا هنزلكم. اتفضل. مين دول ده؟ دول اللي هيمولوا العمليه. انا برضه قلت كده. بقول لك ايه، انا مش عاوز يبقى لي صله باي حد منهم. يا سيدي ده مجرد تعارف، هما بس كانوا عاوزين يشوفوك عشان يتاكدوا ان الحكايه بجد. ما تقلقش. لا اقلق. تعجبني في صحتك. رستم، سام، بقول لك يا كمال، خد المجنونه دي طرها من هنا عشان ما تعملناش مشاكل. يلا بسرعه. اهلا يا كابتن. اهلا. امال فين رستم بيه؟ راح فين؟ قابل مدام رستم بيه. اقول لها ان انا الشغل اللي بيسهر فيه للصبح، ولا اقول لك اقول لها زي ما هو بيقول هي مراته وانا الحب. مش لازم الكلام ده دلوقتي. على رايك ملوش لازمه. انا متاكده انها عارفه كل حاجه ومطنشه عشان تحافظ على صوره الاسره العظيمه. كله كذب مقرف. طب ما تيجي نتكلم في حته تانيه. كده مش كده؟ صح. استنى، الدرينك بتاعنا. ها؟ درينك. اوكي. انا مسافر بيروت يوم الخميس، يعني قدامكم 3-4 ايام تجهزوا نفسكم. انا عن نفسي جاهز. كويس. مستبين. طب يلا خدوا درينك. اوكي. رستم، مش شايف ان علاقتك بسهام زادت شويه؟ كملي حاسه بالموضوع، لم الدور بقى. وانت